المزارع علشان يزرع فدان بيتكلف قد ايه؟ هو يخش معاه في تكلفة الشتلة حوالي 300,000 غير 300. الشاش والتجهيزات بتاعته. لو تكلمنا عن الفوائد، يعني اكتر الناس اللي بتقبل على الدراجون فروت خصوصا اللي يعني بيعانوا من بعض الامراض، والله ممكن يستفادوا منه ازاي؟ هو بيقتل الخلايا السرطانية، هو مضاد للأكسدة، مم. فيه عناصر غذائية كتير زي فيتامين سي، يعني هو فيه حاجات صحية كتيرة جدا مم. يعني نقدر نقول ان هو مفيد للكبار للكبار والصغار، والصغار. حتى مرضى السكر ما ما يتاثروش يأثرش، بنسبه السكر بتاعته. لا طبعا لأن السكريات بتاعته قليلة، طب احنا 20 بكسل. عاوزين نفتح كده الدراجون ونوريه للناس. قول لنا هو ليه بنشوف منه اكتر من لون؟ هو الطبيعة بتاعته كده، هو كذا صنف، مش يعني هو صنف اكتر واحد، من صنف. أكتر من صنف. الصنف في اللي معانا ده ايه؟ دي أحمر تايواني. تايواني. اه. هل ده أح... افضلهم أح... ولا دي في الإنتاجية أفضلها، لأن دي تلقيح ذاتي، في حجم الانتاج؟ وتلقيح ذاتي بيلقح نفسه. تمام. في اللي هو الأبيض الفيتنامي لازم يتلقح بالإيد، اه. بيحتاج أيدي عاملة أكتر. اه. دي ما بيحتاجش أيدي عاملة. تمام. وايه تاني الاصناف تاني موجوده؟ وفي اللي هو الأصفر، قشرة صفرا من بره وأبيض من جوه. مم. وفي اللي هو التريشة أبيض أحمر من بره ومسود السن من جوه كده. اه. ولكن كلهم نفس الفوائد نفس الفوائد الغذائيه بس. ليه ونفس الطعم؟ لا، بيختلف طعم عن طعم. اه. بيختلف. بيختلف اه. فده يعتبر نسبه السكر دي اقل. يعتبر أعلى سكريات. على سكر ليه؟ اه، بعد اللي هو هل البلورة. نقدر نغطي السوق المصري من خلال انتاجنا؟ إن شاء الله بعد سنتين بالظبط اه. السوق المصري يتغطى بالإنتاج. المزارع علشان يزرع فدان بيتكلف قد ايه؟ هو يخش معاه في تكلفة الشتلة حوالي 300,000 غير 300. الشاش والتجهيزات بتاعته. 300,000 جنيه اه، للفدان الواحد. للفدان الواحد. ويقدر يجيب دخل منه قد ايه؟ دخل بعد أول سنة اه. يجيب مثلا طن، بعد تاني سنة على طول مم. يخش يعني يعوض اللي هو حاطه فيه. يجيب مثلا الفدان يجيب كام طن؟ يجيب له 2 طن. 2 طن اه، بسعر مثلا ممكن يوصل ل 250 جنيه في 250. الكيلو مثلا. اللي عايز يزرعه في البيت يجيب منين هيجيب يعمل تربة، ايه؟ هيجيب تربة اه. سمراء أو تربة رملية مم. على سبلة بلدي، ويقلبهم على بعض بطريقة كويسة، ويشتل فيهم الشتلة. مم. وبس هيحط لها عمود خرساء، عمود حديد أو عمود خشب مم. عشان هيطلع تطلع عليه. عليه. عشان تطلع دي. اه، اول انتاج بيظهر بعد قد ايه؟ بعد 9 شهور بالظبط. 9 شهور 9 بس شهور بعد بيبدأ ان الزراعة هو يظهر الانتاج بتاعه. يظهر الإنتاج بتاعه.